والكيكة اللي ما عمرك غتستغني عليها إلا جربتيها، كتحضر في أقل من نصف ساعة وكتجي خفيفة كتذوب في الفم بمذاق اللي لذيذ وبكريمة اللي اقتصادية. أول حاجة عندي هنايا 2 حبات ديال البيض. البيض دائما اللي تخدموا به الكيكات البنات حاولوا انكم تخرجوه قبل من الثلاجه. عندي هنا رشه ديال الملح، كيس ديال سكر الفانيلا، وكاس الا ربع ديال السكر السنيده. كنخدم مزيان السكر مع البيض في الاول، ضروري من هذه المرحله. من بعد هنا كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت، نفس الكاس اللي تعبروا به السكر هو اللي تعبروا به الزيت والحليب. هنا كنخلط مزيان. من بعد هنا غادي نضيف ايضا كاس الا ربع ديال الحليب، والحليب ايضا يكون بالحراره ديال المطبخ من الاحسن. دائما المكونات تكونوا خرجتوهم قبل من الثلاجه باش كياخذوا الحراره ديال المطبخ وكتنجح معكم الوصفه. هنا كنخلط مزيان بالطراب اليدوي. من بعد هنا غادي نضيف قشور حامضه وحده، كتضيف واحد المذاق زوين للكيك ورائحه زوينه. هنا من بعد ضفت عصير حامضه وحده ايضا. الا ما كانش متواجد كتعوضوا بمعلقه كبيره ديال الخل. هنا من بعد كنبدا نضيف الدقيق، درت في الاول الكاس الاول ديال الدقيق ودرت معاه 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات. المجموع غتحتاجوا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. هنا كتغربلوا المكونات ديالكم، ضروري انكم تغربلوا المكونات في الاول. هنا من بعد ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق. في المجموعه البنات غتحتاجوا 2 كؤوس عامرين ديال دقيق الفورص. هنا كتخلطوا الخليط ديالكم. القوام ديال الكيك كيفاش كيكون هكا، ما كيكونش البنات ثقيل وما كيكونش عاوتاني خفيف. الا كان الخليط خفيف البنات اكثر من القياس راه الكيكه كتهبط معكم في الفرن. هنا كناخذ واحد المول على شكل مستطيل، كندهنو بشويه ديال الزبده وكنرشو بالدقيق ومباشره كنخوي فيه الخليط. الفرن في هذا الاثناء كيكون سخون. كنشعل عليه عافيه اللي كتكون مهيله غير من التحت، وكنحسبوا لها واحد 15 دقيقه كتكون طابت. من بعد كنهبطوها وكتحمر كتجي على هذا الشكل. كنخليها تبرد وغندوزو نصوبوا الصلصه اللي كنحتاج فيها. هنا تقريبا غتحتاجوا ال 15 قطعه ديال الشوكولاته البيضاء. بالنسبه للشوكولاته البنات كديروها على نار اللي كتكون مهيله بحال الشمعه حتى كتذوب. من بعد كتضيفوا ليها هنا 2 معالق كبار عامرين ديال الحليب. في الاول ملي كتضيفوا الحليب البنات راه كيبان لكم الشوكولاته بحال الا بدا كيخسر، ولكن نتوما كتخلطوا والقوام ديالو كيولي كريمي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. هنا البنات كتطفيو على النار وكتخليوها حتى كتبرد. مباشره البنات كتخويوها فوق الكيكه. من بعد ما الكيكه كتبرد البنات كتخويو فوقها الصلصه. بالنسبه لهاد الصلصه البنات راه كتجي زوينه، كتجي كريميه، ما كتقصحش فوق الكيك وكتجي رائعه بالمذاق ديالها كيتواتى مع المذاق ديال الكيك حيت الكيك درنا فيه الحامض. هنا من بعد زينت بخطوط ديال الكراميل. من بعد غادي ناخذ واحد الموس وغادي نبدا نشكل الخطوط بهذه الطريقه باش كنتحصلوا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا لي موضح في الفيديو. تزيين لي بسيط وممكن انكم تزينوا باي طريقه بغيتوا. هنا غادي نقسم الكيك باش كتشوفوا في الداخل. الا درتوا البنات هذا الخليط في مول اللي صغر راه غتجيكم الكيكه طالعه. هنا انا بغيتها تجي في هاد تجي على هذا الشكل. هنا كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه، كتجي خفيفه وكتجي رطبه كتذوب في الفم. وغنقول لكم الصحه والراحه.